السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنتكلم شويه عن منصه هوك بول وايه مصير المنصه دلوقتي. المنصه بدات تنزل فيه تحديثات جديده وفي شويه بيانات واضافات جديده في المنصه وصلت لعدد كبير جدا من المستخدمين، وناس سحبت من المنصه مبلغ كبير جدا. ناس كتير جدا سحبت من المنصه ارقام ما تتعديش معنى الكلمه. طيب دلوقتي ايه مصير المنصه دي؟ يعني لو واحد دلوقتي نزل مثلا بيقول دي احسن منصه، دي اجمد منصه، دي فيها وفيها وانا عامل ايداع بالشيء الفلاني. طيب ايه دلوقتي مصير المنصه في الوقت الحالي بالنسبه لشهر فبراير 2023؟ بص يا سيدي، بما ان المنصه عملت هنا في التعديلات او التحديث بتاع المنصه وضافت عضويات جديده باسعار اغلى من ما كانت قبل كده، $1000 و2000 والات جديده وحاجات كتيره جدا. فممكن ترجع بس بالذاكرة شوية لورا بالنسبة لسنة 2021 أو بداية 2022. كانت موجودة منصة باسم الرمال البيضاء أو وايت ساندس. دي اشتغلت فترة وقالت هتعمل برضو مقر في مصر وهتشتغل وتكون في مصر على أرض الواقع والكلام ده كله. والمنصة بعد بداية السنة عملت عضويات ب100,000 و200,000 جنيه و300,000، وضافت روبوت مجاني يخلص للناس المهام، لأن كان بيكون ليك قيمة 300 مهمة يوميا وما تقدرش تخلصها أو بتخلص بصعوبة، فالروبوت ده بيخلصها لك يوميا. الناس اشترت الروبوت ب50 وب60 دولار، وكمان ناس تانية شحنت حسابها ب 300,000 وب 100,000 وضافت الأرقام دي فعلا في المنصة فعلا عدت الكام مليون في الوقت القليل ده الأخير للمنصة. عدت الكام مليون واحد يبيع حاجة عنده علشان يبدأ يشتغل بيها في المنصة، الكلام ده كله. بما إن المنصة بقت بتدفع، بما إن المنصة بقت يشحن فيها مثلا 10,000 جنيه بيجي له مكسب كويس في وقت قليل جدا، وكمان بيقدر يسحب عادي. فالمنصة ادتك الثقة كلها، أنت دلوقتي واثق في المنصة، والمنصة دي صادقة 100%. نفس بالظبط هوك بول وشكلها حاليا. المنصة ثقة 100%، ومصداقية المنصة 1,000,000%، وكل حاجة تمام. اللي كان شاحن ب1000 جنيه بقى بيشحن دلوقتي ب10,000 جنيه وب20,000. بعد كده بقى ايه المصير بعد كده؟ المصير هتكون زي الرمال البيضاء، هتجيلك زي ما رفعت سعر العضويات او رفعت او ضافت عضويات جديدة بالشكل ده. عضوية مثلا بقت ب1000 دولار وب2000 دولار، اضرب ال1000 دولار في سعر الدولار او اضرب زي ما هي بتتعامل مثلا في ال20 جنيه. ال1000 دولار لو ضربته في ال20 زي ما المنصة بتتعامل ب20,000 جنيه، وال50,000 دولار هيساووا ال100,000، فالمنصة بتعمل منكم سبوبة. وأنا بنسبة كبيرة أي حد بيسألني عن المنصة دلوقتي بقول له هو اللي ظاهر من المنصة إنها شغالة، ولكن بعد التحديث الأخير ده المنصة كده بتودع وبتجيب نهايتها. فأنت لو عندك أي فلوس في المنصة دلوقتي الحق اسحبها، حتى ولو كانت هتتخصم منك أي ضريبة. اللي سمعته أو اللي أعرفه عن المنصة إن المنصة لو سحبت يوم واحد في الشهر أو أيام معينة في الشهر ما بياخدوش منك ضريبة، بعد كده أو غير كده بياخد منك 18%. معلش استحمل 18% وتعالى على نفسك شوية، علشان نص العمى ولا العمى كله زي ما بيقولوا، عشان تلحق أي قرش أو أي سنت موجود ليك في المنصة لو عدت فمش هتعرف تجيب حقك. لو صحاب المنصة اتجابوا أو اتمسكوا أو قدرت الحكومة إنها تجيبهم ففلوسك مش هتيجي. أنت الناس دي جت واتسجنت واتحاسبت والكلام ده كله، أنت هتروح تعمل محضر إن دفعت كذا ومش عارف إيه، مش هيتقال لك غير أنا مالي، أنت اللي عملت كده بإيدك وأنت اللي وقعت بإيدك، يعني إحنا ملناش فيه حاجه. كمان ناس كتيره بيقول لك ايه، اسال المستشار، اسال المستشاره في المنصه عن كذا عن كذا. مفيش مستشارين في المنصه دي، كلها واحد كبير صاحب المنصه مشغل ناس بعده. الناس دي او الخمسه اللي بعد دول مشغلين 20 بعدهم، ال20 دول مشغلين كمان ايه 40 بعدهم. ال40 دول ناس زينا زيكم، ناس في جروبات الواتس، وناس عاملين ارقام امريكيه، وناس عامله شغاله بارقامها الشخصيه مقابل ان هم بياخدوا دخل يومي او دخل اسبوعي من المنصه وبس. لكن مفيش مستشارين ومفيش بقى المنصه هتبقى على ارض الواقع وهتشوفوا ناس كده بتتعامل ومديه روح كده للمنصه ما شاء الله. بيقول لك هتشوف المنصه هتبقى على ارض الواقع. انت بتتكلم في ايه يا حبيبي؟ ما كانت برضو قبل كده في وايت ساندس وفي الرمال البيضاء. ففي الاول وفي الاخر انتوا احرار وكل واحد حر. انا بس حبيت انبهكم ان يعتبر او بنسبه كبيره هوك بول يعتبر كده في النهايه بتاعتها او الخواتيم بتاعتها. فانت حر، عايز تكمل براحتك برضو فلوسك وانت حر، مش عايز تكمل فبرضو عادي جدا تقدر تسحب فلوسك من المنصه. وبرضه زي ما قلت لك ممكن تسحبها في اول الشهر، ممكن تسحبها في اي وقت زي ما انت عايز. كمان اللي تقدر تستحمل العموله لو انت سحبتها في اي وقت تاني استحملها وتعالى على نفسك علشان بس فلوسك ما تروحش منك او المبلغ اللي انت قدرت تكسبه ما يروحش منك. وبس كده، ده كل ما في الفيديو. اتمنى اكون فدتكم. بالتوفيق لكم ان شاء الله، والسلام عليكم.